هتبص هتلاقي ان الناس اللي احنا بنلعبها ما بتتكلمش في الحاجات دي. انت بتتكلم ليه؟ انت والله العظيم بجد انت عايز ايه طيب؟ يعني انت عايزني ان انا اقنعك واقول لك اه ده دي كذا ودي كذا ودي كذا. ليه؟ انت مش معترف بكده؟ طب ما في جنب يا صاحبي، ايه المشكله؟ انا استفيد ايه لما اقنعك؟ ده اذا انت ما كنتش مقتنع. يعني انا عارف ان انت مقتنع وعارف وفاهم، بس انت بتحب تعمل كده. بس ايا كان، حتى لو انت مش مقتنع فعلا، اقتناعك يزيدني او ينقصني في ايه؟ يفرق معايا في ايه كاهلاوي؟ هل مثلا مش هاخد الكاس هيرجعوا الكاس تاني؟ ما انت ما تبقاش مقتنع، ولا عايزهم لما يجوا مثلا يعملوا تعليمات لاي بطوله يبقوا يعرفوك؟ ما قول لي فهمني بس والله ماشي معاك ازاي. يا اخي عايز تحس بعظمه الاهلي وجمال الاهلي وجمهور الاهلي ومكانه جمهور الاهلي عند الناس. لاعب خلي الاهلي بس يلعب اي فريق عربي، والله العظيم بجد تحس بعظمه وفخر وحاجه جميله كده. ناس جميله وناس نظيفه كده، وناس قلوبها نظيفه ما عندهمش غل ولا عندهم حقد ولا عندهم مشاكل نفسيه ولا عندهم اي حاجه خالص. رغم انك تسمعهم قبل المباريات، يعني مثلا اي جمهور من الانديه اللي احنا لعبناها، خلينا في الانديه اللي هي العربيه الاسيويه اللي احنا لعبناها في الايه، في الفتره الاخيره. جمهور قطر مثلا، الدحيل القطر، تبص لهم قبل الماتش احنا الاهلي ده هنعمل فيه وهنسوي فيه ومش عارف ايه وبتاع. فانت حتى تبقى انت متحفز بقى ان وهنكسب ان شاء الله عشان خاطر نرد عليهم وكده. الماتش يخلص من هنا وانت كسبانهم وفي ملعبهم وفي وسط جمهورهم، وبص تلاقيهم عادي خالص وتلاقيهم بيضحكوا. يا عم احنا عارفين الاهلي كبير والاهلي عظيم والاهلي كذا والاهلي كذا، وانتوا استحقيتوا المباراه والف مبروك ومش عارف ايه وكلام من ده. تيجي تبص مثلا جماهير الهلال السعودي برضو قبل المباراه، ده احنا الاهلي ده هناكله وهنعمل وهنسوي ومش عارف ايه واحنا غير الدحيل وغير ومش عارف ايه وكلام من ده. تيجي برضو تكسبهم تديهم الاربعه الجمال، تبص تلاقيهم بعد المباراه يقول لك ايه يا عم في ايه يا عم، احنا بنهزر يا جماعه، انتوا واخدين الموضوع جد كده ليه؟ ونبغي الستر ويهزروا ويضحكوا رغم انهم مغلوبين اربعه. ولا بيتكلموا بقى في قصه بقى اصل اتطرد مننا واحد، اصل اتطرد مننا التاني، اصل مش عارف ايه، لان هم شافوا الماتش وعارفين ان الاهلي كان يستحق المباراه وقدر ان هو يعني يمسك المباراه من اولها. تيجي برضو جماهير الاتحاد، يظهر برضو مجموعه كده من جمهور الاتحاد وبرضو الاهلي ومش عارف ايه والطعميه فين ومش عارف ايه واحنا هنعمل وهنسوي. والمشجع اللي هو اللي اتشهر في الايام ديت، اللي هو قال لك لو الاهلي كسب هديك 10,000 مش عارف ريال تقريبا، اللي هو اللي كان بيصور الفيديو. وبرضه بعد الماتش تلاقيه برضه بيضحك وعادي ومفيش اي مشكله، وقال له يا اخي الاهلي ده كبير، ده الاهلي ده عظيم، ده الاهلي ده مش عارف ايه. وما بنسمعش حد منهم بيتكلم في مؤامره بعد الماتش. ماتش العين برضه تبص تلاقي فيه كذا حد طلع وبرضه لا والعين مختلف والعين مش عارف ايه واحنا كبير اسيا واحنا مش عارف ايه وكلام من دوت. برضه الحمد لله خد الثلاثه الجميله بعد الماتش، ولا كأن في اي حاجه. وقال لك الف مليون مبروك. والاهلي ده يا اخي فعلا يعني كل واحد فاهم بيبقى عايز ان هو يكسر الاهلي، فيبص يلاقي الاهلي هو اللي طبعا اللي بيروق عليه، فتبص تلاقيه بيعترف بالحقيقه وبالواقع ويقول لك لا ده الاهلي ده فريق كبير، هو ما كانش جرب او ما كانش لعب قدام الاهلي. فتبص تلاقي بقى بيديك حقك، فاهم انت؟ بيديك حقك. تيجي تتفرج على الفيديوهات اللي هي بتاعت جمهور العين حتى اللي كانت موجوده في المدرجات، تحس بالفخر كده لما بيجوا يتكلموا. بيقول لك قبل الماتش انا شايف فيديوهات قبل الماتش وفي حد بيصور معاهم مخضوضين. بيقول لك ايه يا عم ده، ايه الرعب ده؟ هم اقسموا ان هم ما شافوش جمهور في العالم زي جمهور الاهلي. قال لك جمهور ما شاء الله واقف على رجله من قبل الماتش بكام ساعه والمدرجات كلها مع بعض والمدرجات كلها في نفس واحد وبتقول نفس الكلام ونفس التشجيع من غير ولا كبو ولا في حد ماسك ميكروفون ولا مش عارف ايه وبيقول لك ان الجمهور ده هو اللي هيجيب لهم البطوله لو خدوها. ده كلامهم قبل المباراه. وطبعا في زي ما بقول لك بقى كانوا بيقولوا احنا هنكسب ومش عارف ايه. جم بعد الماتش وبعد الثلاثه الرايقين برضه نفس القصه. ايه يا عم في ايه وانتوا عملتوا معانا كده ليه؟ ده واجب الضيافه بتاعكم ده. ويهزروا ويضحكوا ويدوك حقك كده فعارف انت إيه يعني. لما جينا بنتكلم بقى يعني الماتشات اللي فاتت دي كلها اللي انا بكلمك عليها، كل ماتش في ناس المفروض ان هم مصريين كانوا بيطلعوا يقول لك لا ده الماتش ده انت كسبته عشان خاطر كذا، ده الماتش ده فيه ضربه جزاء الحكم ما حسبهاش فعشان كده مش عارف ايه اللي حصل، فاهم كده؟ ده الماتش ده المفروض ان كان فيه اوت كان هيتحسب عليكم، لو كان اتحسب عليكم الاوت ده كان زمان الكره اتقطعت، بدل ما كانت تروح جول ليكم كانت هتروح بنسبه مثلا 90% ان هم كانوا هم اللي هيجيبوا الجول. خزعبلات، كلام بص كله خزعبلات. يعني ان هو عايز يبرر لك ان انت كسبت بسبب حاجه، هو اكيد في سبب، بس هو بيتكلم عن اي سبب غير السبب الحقيقي.
اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي، الاجتهاد اللي انت بتجتهده، التعب اللي انت بتتعبه، التمرين اللي انت بتتمرنه، اللي وقفه الجمهور في ظهر الفرقه، حاجات كتير قوي هم يعني شايفين اسباب تانية خالص غير الاسباب دي، رغم انك المنافس نفسه بقى اللي انت بتلعبه، المنافس نفسه اللي انت بتلعبه ما بيقولش الكلام ده. فانا بحب المنافسات دي، انا بحب العب الناس دي، انا بحب والله العظيم الماتشات. يعني مثلا قبل الماتش والله الحمد لله ليا بوست على الاكونت قبل الماتش وانا بقول ان احنا هنكسبهم 3، هنوجب معاهم 3 مرات. وفي فيديو اللي هو الرياكت اللي انا كنت عامله على الماتش قبل ما الماتش يبدا قلت برضو ان احنا هنكسب 3. والحمد لله. يعني الواحد بيقول كده ليه؟ عشان بنلعب فرقه، عارف انت بتلعب كوره، فرقه جايه لك تلعبك كوره، ده مبدئيا. في الملعب كوره، بره الملعب كوره. مش هيقعد بقى يكلمك في مؤامرات، اصل الحكم ده كان جنسيته مرات خاله كانت اصلا من عند مش عارف مين، وكانت ماشيه مع قريبه بنت خاله محمود الخطيب، فهم كانوا اصحاب، فتبص تلاقي حصل بينهم ود ومكالمه فاصبح خزعبلات. على طول بنسمعها خزعبلات. وبقى حكم والله العظيم بيبقى محكم لهم اول ماتش، اول ماتش يحكم لهم وبرضه بيعترضوا عليه في البدايه. الشماعه لازم تكون موجوده. فالناس دي بقى ما عندهاش الكلام ده، الناس دي عندها ارض الواقع، عندها الملعب. هم لو لعبوا احسن هيقولوا بقى في الخمر يا ليل عن نفسهم. انت لعبت احسن هيدوك حقك، يقول لك لا انت كنت احسن ومبروك والف مبروك ومش عارف ايه. يعني القصه الاخيره المنتشره، الناس اللي طالعه بتقول لك ايه؟ بتقول لك بطوله ايه دي؟ ده مفيش بطوله، كاس ايه ده؟ ده انتوا اللي شاريين. المشكله بقى مش في الناس دي، المشكله في الناس اللي بترد عليهم من الاهلاويه. انتوا بتتكلموا جد يا جماعه؟ انتوا بتردوا عليهم والله وتقنعوهم وتقول لهم لا ده كذا وكذا؟ انتوا بتهزروا والله العظيم، والله العظيم بتهزروا. دول ما تردش عليهم. يعني هو بيقول لك الناس نفسها اللي احنا بنلعبها قال لك مبروك عليكم الكاس. انفانتينو نفسه نزل بوست وقال لك مبروك للاهلي الكاس بتاع اسيا وافريقيا والمحيط الهادي، وقال له ان انت لسه عندك تحدي في كاس التحدي اللي هو برضه الماتش الجاي يبقى فيه كاس على فكره، عشان ما تتفاجئش يا صاحبي. بس انا عارف انت ما تعرفش الحاجات دي كلها، يعني هو في ناس كده ما تعرفش اصلا حاجه عن الحاجات دي خالص، تمام. فبرضه بعد ما نكسب ان شاء الله باذنك يا رب كاس التحدي، هنخش بقى على كاس الانتر كونتيننتال. فهتبص هتلاقي ان الناس اللي احنا بنلعبها ما بتتكلمش في الحاجات دي. انت بتتكلم ليه؟ انت والله العظيم بجد انت عايز ايه طيب؟ يعني انت عايزني ان انا اقنعك واقول لك اه ده دي كذا ودي كذا ودي ليه؟ انت مش معترف بكده؟ طب ما في جنب يا صاحبي، ايه المشكله؟ انا استفيد ايه لما اقنعك؟ ده اذا انت ما كنتش مقتنع. يعني انا عارف ان انت مقتنع وعارف وفاهم، بس انت بتحب تعمل كده. بس ايا كان، حتى لو انت مش مقتنع فعلا، اقتناعك يزيدني او ينقصني في ايه؟ يفرق معايا في ايه كاهلاوي؟ هل مثلا مش هاخد الكاس هيرجعوا الكاس تاني؟ ما انت ما تبقاش مقتنع، ولا عايزهم لما يجوا مثلا يعملوا تعليمات لاي بطوله يبقوا يعرفوك؟ ما قول لي فهمني بس والله ماشيه معاك ازاي. بس والله بجد يعني الله يعينهم، الله يعينهم. المهم، فزي ما بقول لك تسمع بقى الفيديوهات ديت وتتفرج على الناس ديت، تحس بقى بفخر بقى كده هم بيتكلموا عن النادي الاهلي. يقول لك لا يا عم ده احنا عارفين الاهلي بطل افريقيا وكل حاجه وكسبان فريق كذا وفريق كذا، بس احنا قلنا هنقدر على الاهلي فجينا ما قدرناش. كل مره بتسمع نفس الكلمه دي من مشجعين جداد. عارف انت المقوله اللي بتقول لك عايزين منافسين جدد؟ يعني القدام بقى خلاص بقوا معجبين. هما ده حرفيا ده اللي بيحصل، حرفيا ده اللي الاهلي بيعمله. الاهلي بيلعب كل فرقه تمام هي منافسه، اول ما الماتش يخلص خلاص بقى معجب، ما عادش منافس. صدقني والله، عندك الدحيل، عندك الهلال، عندك الاتحاد السعودي، عندك العين اهوت، وان شاء الله لسه اللي جايين اكتر، ان شاء الله لسه اللي جايين اكتر. الناس ديت بقى عارفين يعني ايه رياضه، عارفين يعني ايه منافسه. منافسه ان انا نفسك في الملعب، ما فكرش بقى في خزعبلات وشماعات واقعد اهلل واقول اي كلام وخلاص، وانزل في الملعب العبك كوره. يعني انزل في الملعب العبك كوره. هو بيلعب بتاريخه وبيلعب باسمه، بعكس برضو انديه تانية تلعب قدامك تفضل بقى تستفزك، تفضل تدافع، تفضل تعمل مش عارف ايه وتطلعك عن شعورك، وتعترض على الحكم قبل الماتش، وتعترض على مش عارف ايه، وتعترض على كل حاجه. ده مش كوره يا جدعان، والله العظيم دي ما كوره، انتوا فاهمينها غلط اقسم بالله. هي دي الكوره بقى، ماتش زي بتاع العين ده هو ده الكوره. كوره، ناس بتلعب كوره، بس كوره يا عم. كلمني في كوره، كلمني في كوره، ما تكلمنيش في خزعبلات مش موجوده اللي في دماغك انت. فالواحد بيحب قوي الماتشات دي، الواحد كان واثق من الفوز عشان كده، عشان هو ده الاهلي. الاهلي كده كده سواء كلمته كوره ما كلمتوش كوره هيكسبك. وزي ما قلت لك قبل كده، انت كسبت ماتش بيبقى عد مثلا في وسط 10 ماتشات هتبص تلاقي انت كسبان الماتش ده بس، فاهمني؟ يعني عشان لو صدفت وانت كسبت ما طبيعي برضه، ما هي الكوره فيها كده، الكوره فيها مكسب وخساره. اي نعم الحمد لله المكسب بتاعنا 90% وانت المكسب بتاعك 10%، بس موجود في نسبه لازم تبقى موجوده في اي حته في العالم. فانت لما بتيجي تكسب ال 10% دي بتهيأ لنفسك بقى ان انت بطل الايه؟
بطل الابطال، يعني من ضمن النقاط يعني هو مقتنع ان هو بطل ابطال افريقيا عشان خد السوبر. تمام، انا ما كلمتكش ومش هكلمك، انا والله في حاجات ما ينفعش ترد عليها، بس انت بقى مقتنع بكده ومعترض ان انا بقول لك ان انا بطل مثلا الكاس اللي هو الثلاث قارات. انت بجد، طب اقنعني، طيب انت رد على نفسك، انت رد على نفسك. فربنا يكتر من ماتشات الاهلي بجد، اللي هي زي بتاعه العين كده، او الهلال، او مراد بقى كاس العالم للانديه، او الانتر كونتيننتال، او اي حاجه من الحاجات الحلوه ديت اللي بتخلي الواحد فعلا يفرح من قلبه كده بالماتشات، بالجمال، بالدلال، بالجماهير، بالناس بقى شايفاك ازاي وبتتكلم عليك ازاي وتديك حقك وتديك، بص يعني كل دواعي الفخر هتلاقيها موجوده لما تيجي تلعب اي فريق بره مصر، للاسف يعني، للاسف ده حقيقه وواقع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.